ناقصكوا ايه كمان؟ ولا حاجة يا بابا، كده وبس. طب وبس ليه؟ مالكش نفس كمان تركب عربية؟ والله يا بابا مش وقته، بعدين يمكن. وليه مش وقته يا اخي؟ وليه بعدين؟ ما تخليك صريح في طلباتك. هو انت لا سمح الله بتطلب من حد غريب؟ ده انا ابوك يا سي حسن، واذا كنتش تطلب مني بعين وجباير يبقى هتطلب من مين بقى؟ والله يا بابا ده الكلام اللي احنا بنقوله. انتوا مين؟ لا يعني انا وثروت وجمالات وماما. يعني كلكم؟ ايوه يا بابا كلنا. والست والدتك كمان متفقه معاكم يعني بالصلاه على النبي كده بقيت الكوبانيه. الله الله، ليه بقى الكلام ده يا بابا؟ هو احنا لا سمح الله متفقين عليك في حاجه بطاله؟ ولا تتفقوا يا اخي، وانا يهمني اللي يتفق على حاجه يكون يقدر عليها، تكون في ايده، لكن في جيب غيره يا اخي هو تبقى نجوم السما قرب له. الله، احنا مش خلاص اتفقنا يا بابا ولا هنرجع تاني في كلامنا؟ اتفقنا على ايه يا شاطر؟ على ان حضرتك هتدفع لي المهر وتديني 600 جنيه في ايدي عشان اتجوز سميرة. يعني كلهم كده يطلعوا كام؟ 600 جنيه بس يا بابا. بس؟ ايوه يا بابا. وليه بس يا اخي؟ ما تخليهم 700 يا واد. اما انت عليك جبله. الله، لزومه ايه الكلام ده بس يا بابا؟ لزومه انك بجح، عينك جامده، قليل الحياه. يا بابا انا ما غلطتش في حضرتك وبتكلم معاك بكل ادب. ادب؟ انه ادب ده يا شاطر؟ بقى بسلامتك جاي تاكل عقلي وتدحلب لي علشان تلهف مني 600 جنيه ومش عايزني اقول لك قليل الحياه؟ يا اخي ده انت 600 قليل حياه وقليل تربيه كمان. الله يسامحك يا بابا. طب يا اخويا الله يسامحني، عايز حاجه تاني بقى؟ لا يا بابا، هقول لك ايه تاني؟ طب اتفضل يا اخويا وريني عرض كتافك. طب يا بابا. مع السلامه. مع السلامه يا اخويا، انا راجل صاحب عايه، مانيش حمل المناهده دي كلها. سيبوني في حالي بقى، خلوني ارتاح. طب الله. طيب تصبح على خير. خير يا سيدي، مع السلامه. ال 600 جنيه قال ده اتجنن في عقله الواد ولا ايه؟ 600 جنيه فلوس؟ والله عال بيطلب مني انا فلوس. ليه؟ عشان ايه؟ بمناسبه ايه؟ عشان يتجوز قال. طب وانا مالي يا اخوي؟ ما يتجوز ولا يتطلق، انا شغلي ايه في كده؟ خلفة اخر زمن. انت لسه صاحي يا عماد؟ عماد ده هديه يا راجل، مال بلا امور تمثيل بقى. انت لحقت تنام يا راجل؟ ده الواد لسه يا دوبك طالع من عندك. انت هترد عليا ولا لا؟ دي بقى يا ست، نمت ايه غريبه يعني؟ مش عايزاني انام كمان يا ست عدلات؟ بقى عاجبك كده الواد من ساعه ما طلع من عندك وهو نازل عياط؟ ما يعيط يا ستي ولا يتفلق، وانا ايش دخلني في كده؟ ايه ما هو انت السبب يا اخي. نعم قلت ايه حضرتك؟ برضو انا السبب؟ كل حاجه انا السبب. امال يعني ايه؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ ده احنا ما صدقنا عطرنا له على عروسه بنت حلال ومؤدبه، تقوم تيجي انت تخلى بينا كده وتضيعها عليه؟ غريبه والله. ايه هي اللي غريبه؟ ليه المنطق بتاعكوا كده؟ عطرتوا عليه فين؟ مين في الدنيا قال كده؟ كل الناس على هذه الحال. يا سلام، تسمحي تقولي لي حضرتك مين بسلامته اللي قال هيتجوز؟ حسن ابنك. يعني مش انا؟ لا مش انت. يبقى خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ اللي هيتجوز هو اللي يدفع الثمن. وانت ما تدفعلوش ليه؟ هو انا اللي هتجوزها؟ ادفع ثمن حاجه ما تخصنيش؟ فاكهه مش هاكلها ادفع فيها قرش ليه؟ بقى هو حسن مش ابنك؟ هو انا بنكر؟ ابني ونص. واللي يعيبه مش يعيبك؟ مين اللي قال كده؟ كل الناس بتقول كده. الناس. طب وانا مالي بقى؟ ما يقولوا الناس زي ما هم عايزين. هي الناس بتصرف عليا؟ لما اموت من الجوع هتبقى الناس تاكلني؟ لما اعيا الدكتور هيعالجني بلاش؟ الاجزاجي هيديني الدواء من غير فلوس؟ الجزار هيبعت لي خروف لوجه الله؟ هو ايه الكلام ده اللي ملوش لزوم؟ ايش دخل الدكتور والجزار والبقال في اللي احنا بنقوله؟ ما هم دول الناس اللي حضرتك بتقولي عليهم. دول الناس اللي بيخترعوا الاصول واللي مش اصول، واللي عيب واللي مش عيب، وبعدين احنا لازم نسمع كلامهم ونمشي عليه. زي الناس ما بتعمل لازم نعمل، وان ما عملتش تبقى مش اصول. خلاص يا ستي مش اصول. في حاجة تانية؟ يا راجل والله ده حرام عليك. ابنك البكري
تكسر نفسه بالشكل ده علشان 600 جنيه وانت عندك الميات متلتلة على بعضيها في الخزنة؟ ايوه يا اختي، قري عليهم قري، عندك الميات متلتلة في الخزنة. ايه هو انا سارقهم؟ لاقيهم في الشارع مش وارثهم. والله اللي ما ورثوش احسن منك. احسن مني ليه بقى؟ اهم اقل اسمهم ما عندهمش، انما يبقى عندك ومستموت بالشكل ده. يا اخي والله ده الفقراء متمتعين عننا. يا ستي يتمتعوا، هو انا حايشهم؟ ايه يعني احنا ملناش نفس؟ هو درس في الفلسفة؟ فلقت دماغي من الصبح في كلام فارغ، هي كلمة ونص. انت عايزة ايه؟ تدفع لابنك ال600 جنيه قبل العروسة ما تطير من ايده وبعدين ما يعوضهاش. وما يعوضهاش ليه يا اخت؟ لانها بتحبه وهو بيحبها. حب؟ والله عال. طب ما دام بيحبها وهي اخرى بتحبه، ما يتجوزوا بعض يا اخي. يا دي الليلة اللي مش فايتة، هما يا راجل هيتجوزوا بعض كده قرداحي من غير فلوس؟ وايه المانع؟ والله اسأل روحك. سائلها وعارف الرد. يا راجل نشفت ريقي، حرام عليك. ما هو لو كنت فقير ما تحتكمش على حاجة كنا قلنا معلش، لكن تبقى الفلوس تحت ايدك بالكوم وتبخل على ابنك بالشكل ده. ابخل؟ انا دلوقتي ببخل؟ امال ايه يا شيخ؟ انا مش ممانع، انما بس الطلب يبقى في حدود المعقول، مش 600 جنيه. 600 جنيه يا عالم. بلاش ال600 دي اللي مش عاجباك. ها تحب تدفع له كام؟ اهو كده الكلام، ها؟ مش العبارة قافش. ايه هو؟ انتوا دايما كده طلباتكم